قررت احقق حلم الطفوله وابني مكان بنفس الروح دي. عملت تصميم بسيط بيحاكي الافكار اللي في دماغي: دفاية على الحيطه، حجر طبيعي، مكتبه من الخشب القديم. والمفاجاه بقى اني هنفذ ده كله بفلين وكرتون بس. والتحدي كان ان التصميم يبقى عملي يصلح للاستخدام اليومي، مش مجرد ديكور. اصل ده هيكون كورنر للتصوير والمكان اللي هقضي فيه اغلب وقتي. مهم طبعا يكون متين ويستحمل، والا يبقى زي عدمه. حتى باب الحمام الغريب ده لقيت له حل وكان جزء من الفكرة. وأخيرا خلصت من تأسيس قلعتي الزرقاء. ما انكرش ان كان بيجي عليا وقت بقول عملت في نفسك ليه كده يا حمو، وكنت قاعد ومزاجك عال، كان لازمتها ايه البهدله. بس الحقيقه لما كنت بشوف النتائج كنت بتشجع وبقول يلا هانت، ما عادش الا حاجات بسيطه. اللي عايز اقوله ان مفيش حاجه صعبه، احنا اللي دايما بنصعب الامور على نفسنا، نلغي حاجات ونقول مش وقتها لمجرد بس انك في الكومفورت زون بتاعتك وخايف تخرج منها وتواجه المجهول. بص، خلي التانك بتاعك دايما متعبي بالشغف، لان شغفك ده هو البنزين اللي بيها تقدر تكمل رحلتك وانت مبسوط ومستمتع. بس كده، واتمنى اعرف رايك في قلعتي الكرتونيه، ولو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تعمل لي فولو.